سبسكرايب. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كورة الجزائرية، حيث نوافيكم بكل جديد عن أخبار الكرة الجزائرية. في الأيام الأخيرة ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخبر انتقال النجم الجزائري يوسف بليلي من نادي الترجي التونسي إلى مولودية الجزائر. فهل كانت الصفقة حقيقية؟ وما الذي حدث حتى تراجعت المولودية؟ وهل فعلاً عاد بليلي إلى التدريبات في تونس؟ خلينا نحكي القصة من البداية. في بداية شهر يوليو 2025 ظهرت تقارير تؤكد وجود مفاوضات متقدمة بين بليلي وإدارة مولودية الجزائر. وتم تداول أرقام ضخمة للصفقة. قيل إن اللاعب سيحصل على راتب شهري يفوق 90,000 يورو في عقد يمتد لعامين. وكانت جماهير المولودية تنتظر الإعلان الرسمي بفارغ الصبر. لكن وفي مفاجأة غير متوقعة لم يتم أي إعلان رسمي من النادي. وخرج مدرب مولودية الجزائر الجديد الجنوب أفريقي رولاني موكوينا بتصريح يؤكد فيه أن بليلي لاعب كبير ومميز، لكنه لا يزال مرتبطاً بعقد مع الترجي التونسي، ولا يمكن الحديث عن ضمه في الوقت الحالي. هنا بدأت الشكوك. هل فعلاً بليلي كان يريد الرحيل؟ وهل المولودية تراجعت عن الصفقة؟ أم أن هناك ضغوطاً أخرى وراء الكواليس؟ في نفس الفترة غاب يوسف بليلي عن تدريبات الترجي لأسابيع، وتحدثت الصحافة عن أزمة بينه وبين إدارة النادي. الترجي وجه له إنذاراً رسمياً للعودة قبل يوم 19 يوليو، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده. لكن الصدمة كانت في يوم أمس لما ظهر يوسف بليلي في معسكر الترجي في عين دراهم، وشارك أولاً في حصة تدريبية فردية، ثم انضم لاحقاً إلى تدريبات المجموعة. بهذا تأكد أن كل الأخبار التي تحدثت عن رحيله كانت مجرد شائعات. اللاعب الآن ضمن حسابات نادي الترجي للموسم الجديد، وعقده لا يزال سارياً حتى صيف 2026. وفي الختام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. سبسكرايب.